كم مرة حسيت ان انت حافظ الدرس وفاهمه ولكن بعد فترة لقيت نفسك نسيت كل حاجة؟ انا ايه، ولمدة 30 يوم عامله لكم سلسلة من النصايح الدراسية اللي مسمعتهاش قبل كده. ليه لما نذاكر درس او باب ونحس ان احنا فاهمينه ومركزين فيه وفاهمينه كويس جدا، ولكن بعد فترة نكتشف ان احنا مش فاكرين اي حاجة وناسيين كل حاجة ذكرناها قبل كده؟ الذاكرة عندها 3 مراحل اساسية، ولو اي مرحلة فيهم فشلت فانت هتنسى. اول مرحلة هي ادخال المعلومات. لو انت قاعد بتقرا الدرس وبتعمل بس بالهايلايتر على المعلومات فانت قاعد بتعمل ادخال المعلومات بس بشكل سطحي، يعني المعلومات ما دخلتش بشكل عميق للدماغ، وعشان كده نسبة انك تنسى سريعة جدا. المرحلة التانية هي تخزين المعلومات. لما تدخل المعلومة لدماغنا مش بتنتقل للذاكرة الطويلة مباشرة، علشان توصل للذاكرة الطويلة لازم تدخيل عميق للمعلومات. تالت مرحلة اسمها مرحلة استرجاع المعلومات. كتير منكم بيذاكر بالطريقة دي، بيقعد يقرا الدرس مرة مرتين تلاتة وبيقول خلاص حفظ، والحقيقة ان هنا عقلك بس اتعرف على المعلومات لكن ما ثبتهاش، علشان كده انت هتنسى برضه. علشان كده هديك 5 نصايح تخلي المعلومات تثبت في دماغك لفترة طويلة جدا وتحفظ المعلومات اللي انت عايز تحفظها. اول حاجه استرجاع المعلومات، يعني بعد ما اذاكر الدرس او الباب او الصفحه او الصفحتين اللي انا بذاكر فيهم اقفل الكتاب واقول ايه المعلومات اللي انا استفدتها، اسال نفسي ايه التعريف، ايه هي الخطوات، ايه القانون. لازم اعمل كده علشان انا هنا بجاوب على نفسي وهنا هتثبت المعلومات لفتره طويله جدا. تاني حاجة المراجعة المتباعدة، يعني بعد ما اذاكر الباب ده بعد يومين بعد 3 بعد 4 احاول ارجع للباب ده تاني اذاكره تاني، اعرف ايه اللي انا استفدته منه تاني، القوانين الخطوات. المراجعة المتباعدة هتثبت المعلومات في دماغك لفترة طويلة في الذاكرة طويلة المدى. اقرا الدرس مرة واحدة بس، بعد كده حاول تكتب كل اللي انت استفدته من قرايتك للدرس ده على ورقة. بعد كده افتح الدرس وشوف انت ايه المعلومات اللي ناقصة عندك، ايه اللي ما فهمتوش، ايه اللي ما قدرتش توضحه على الورقة لما انت قفلت الدرس. حاول تشرح المعلومة لحد صغير كبير اي حد، هنا عقلك بيضطر ان هو يفهم المعلومة علشان يشرحها، او اشرح المعلومة لنفسك بصوت عالي او اشرحها على كراسة على اي حاجة. المهم تحاول ان انت تتقمص شخصية ان انت بتشرح علشان عقلك يتطبق ان هو يفهم علشان يستجاب معاك وانت بتشرح. خامس حاجة حاول تحل أسئلة، ما تعتمدش بس على القراية أو على الحفظ. حاول تحل أسئلة امتحانات، أسئلة البيبان، أسئلة عامة، أي أسئلة، المهم تحل أسئلة على الجزئيات اللي أنت بتذاكرها، علشان هنا هتجبر عقلك إن هو يسترجع المعلومات بطريقة لا يسترجعها بيها في أيام الامتحانات، لأن قدامه أسئلة فهو مضطر إنه يفكر ويسترجع المعلومات اللي هو مخزنها في الذاكرة طويلة المدى. خليك عارف إن الذاكرة مش ذكاء، الذاكرة نظام. ازاي بتدخلها، ازاي بتثبتها، ازاي بتسترجعها في اللحظة اللي انت بتكون محتاج المعلومات دي فيها. حابين تسمعوا نصايح اكتر؟ متنسوش تشتركوا في القناة. باي.